السلام عليكم متابعي قناة عجائب وغرائب. لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا. الهولي فيستيفال أو مهرجان الألوان المنظم بمدينة تيشي في بجاية يزاوج بين الثقافة الجزائرية والهندية. نتعرف على هذا المهرجان مع صابرين عرقوب ونجم بوكرش. رقصات جنونية، ألوان تتطاير في السماء، وجو استثنائي صنعه الشباب في فندق الحماديين ببجاية احتفالا بمهرجان الألوان. فرغم ارتفاع سعر التذكرة الحضور كان كبيرا. Cette année, ça a été un succès avec beaucoup plus de monde, vu que l'année dernière, on avait accueilli presque 2000 personnes et aujourd'hui, il y a plus de 3500 personnes qui viennent de 25 wilayas. في الجزائر أيضا أصبح الناس يحتفلون بهذا المهرجان، لهذا أتيت إلى هنا. استمتعت كثيرا، التنظيم جيد، فعلا رائع. التظاهرة مستوحاة من الطقوس الهندية، إلا أن المنظمون أعطوها صبغة جزائرية، موسيقى بدل الطقوس الهندوسية. C'est des critiques non fondées, parce que le but du festival, c'est que les gens viennent s'amuser, qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes, que tout le monde s'amuse, qu'il y ait de la joie. ما كانش فيه عنف، ما كانش فيه سلبيات، دونك كان فيه تقاسم وتعاطف، وكان فيه انرجي تاع شباب. C'est bien de critiquer pour évoluer, mais juste faire de la propagande contre ce festival, je comprends pas. Je trouve ça pas normal. Ça reste un festival d'amour, de partage, de paix. المهرجان أضفى حركية بمدينة تيشي ومتنفسا للشباب. في الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة عجائب وغرائب وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو لتكون أنت أول من يتوصل بكل جديدنا.